يمكن اول ربع ساعه من مباراه نادي الزمالك وحرس الحدود مرت، جماهير نادي الزمالك ما بطلتش تشجيع. في حاجه هتلاحظها في مباراه الزمالك وحرس الحدود دايما معتمد جمال بيعملها، ان تلاقي محمد شحاته اللي هو المفروض ديفندر مع محمد اسماعيل تاني في نص الملعب، هتلاقي محمد شحاته في اغلب الاوقات بيزيد مع عبد الله السعيد وبزيرة علشان يقوم هو بدور صانع الالعاب. وده اللي شايفينه دلوقتي، هي لقطه محمد شحاته جوه منطقه الجزاء بيعمل دور صانع الالعاب، وبزيرة بيميل على الناحيه اليمين وعبد الله السعيد بيجي من وراهم. ده المشهد اهو دلوقتي حرفيا اللي انا بوصفه لحضراتكم. يمكن شحاته زايد اكتر من عبد الله السعيد وبيلعب صانع العاب تاني مع عبد الله السعيد. يمكن من الحاجات اللي ممكن مش هترصدها كاميرا التلفزيون، هتلاقي بزيرة كابتن معتمد جمال بيديله حريه كبيره جدا، يعني لا بيلعب لا هو تقدر تقول ان هو وينج يمين ولا وينج شمال. هتلاقيه مره بيتحرك على الوينج اليمين واخده كده، ومره هتلاقيه بينزل لنص الملعب زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بيقوم بدور صانع الالعاب، ومره هتلاقيه على الجانب الشمال. يمكن هو سايبه لاعب حر في الملعب زي ما حضراتكم شايفين، ومره هو دخل لعمق الملعب كمهاجم تاني بيزيد مع ناصر منسي. يبقى تعليمات ويمكن مهام خاصه لبزيرة تحت قياده معتمد جمال مختلفه عن اللي كان بيقوم بيه بزيرة في السابق. هجوم من جماهير نادي الزمالك على حكم مباراة شوط اول سلبي من الزمالك وحرس الحدود. ابرز ما فيه جماهير نادي الزمالك تهاجم حكم المباراة على بعض القرارات. يمكن زي كمان حضراتكم شايفين عدد من لاعبي نادي الزمالك بيتكلموا مع الحكم بسبب بعض القرارات الغريبة أثناء المباراة. غضب من عبد الله السعيد. لقطة غريبة من جماهير نادي الزمالك يمكن لأول مرة نشوفها. قبل بداية الشوط الثاني جماهير نادي الزمالك طلبت اللاعبين بالذهاب ليهم كلهم وحيتهم تحية خاصة وطلبتهم لبطولة الدوري المصري. يمكن اللقطات دي كنا بنشوفها بعد نهاية المباراة بعد فوز الفريق، انما قبل بداية الشوط الثاني والنتيجة 0-0 وجماهير نادي الزمالك ما بطلتش تشجيع وتحميس للاعبين. يمكن لقطة غريبة بتدل ان جماهير نادي الزمالك ما زالت على العهد رغم كل الظروف ورغم كل النتائج. لقطة غريبة من محمد إبراهيم، وصل لمنطقة الجزاء ورقص ترقيصة ورجع يرقص تاني، يعتذر لجميع اللاعبين. دقيقة من مباراة نادي الزمالك وحرس الحدود. عبد الله السعيد زي ما شايفين عمال يحمس لاعبي نادي الزمالك. يعني كمان يمكن مشاهد لم تذاع على التلفزيون هتشوفوها من ارض الملعب، هتلاقي ثلاثي نادي الزمالك المساحات ما بينهم ضيقه جدا، مفيش لاعب اللي بيقدر ينزل لنص الملعب ويعمل ينقل الكوره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. جماهير نادي الزمالك بركان تشجيع اللاعبين ما بيقدروش تشجيع. اسمعوا جماهير نادي الزمالك.
الدقيقة 80 مباراة الزمالك وحرس الحدود، الأجواء مشتعلة، ضغط كبير جدا من نادي الزمالك لإحراز هدف التقدم. الجماهير ما بطلتش تشجيع، معتمد جمال دفع بكل الأوراق اللي عنده، فتوح، عمر جابر، أحمد شريف. نادي الزمالك مازال بيعاني من الوصول بشكل كبير جدا في المناطق خطر لحرس الحدود، بيعاني، تحس ان هو يكون بيكثف حتى من هجمات. يعني الزمالك علشان يعمل هجمه خطره او تشم منها ريحه كده قويه كل الكوره الاخطر في مباراه نادي الزمالك وحرس الحدود. ما تفهمش هو عم بيعمل ايه. يعني ناصر منسي هيتجنن لا شاطها ولا سددها ولا رفعها. فرحة كبيرة وفتوح المنقذ نزل علشان يجيب هدف براسية رائعة. متعة من استاد القاهرة. تعالى الدقيقة 85 قلبان من جماهير نادي الزمالك، بركان من هتافات استاد القاهرة بعد تقدم نادي الزمالك.